أدي التحية صح. اسمك؟ مارث جيل حمود سيدي. بيبي 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 ماهر، ليش قاعد الحسة؟ بيبي خوفتيني. ما تخاف يجيك لهمود؟ بيبي أنا كبرت. ومنو قال لك لهمود يجي بس للصغار؟ تعال اسولف لك على لهمود. لهمود كان بشر مثلنا، وكان عنده صخرة سودة وين ما يروح وياه. كان يسوي سحر واهل القرية كلها تعرف. الضعيف اللي ما يقدر يطلع حقه يروح اللهمود ينطيه كم قطعة ذهب وهو ياخذ له حقه. بس الناس تعبت من لهمود وسوالفه، لأن القوافل ما قامت تجي للقرية. يخافون على روحهم من عنده. القرية اللي ما يجيه زوار وما يشترون من عندها ترى تموت من الفقر. الناس سوت كانت تحذر تريده يطلع من قريتهم، بس لهمود ما قبل يطلع. فرد يوم اتجمعوا أهل القرية وراحوا على كوخ لهمود. ناس قالت لهمود مات بالكوخ، وناس قالت لا استخدم السحر مالته وطلع. بس من انطفت النار ما حد لقى لهمود ورا هالعملة ضاج من أهل القرية حيل، وقال لازم أنتقم من عندهم. ايش سوى؟ راح للشيطان حتى يساعده. قال له الشيطان أنا أريد تذبح لي الصخرة الوحيدة مالتك. وقال له لهمود ميخالف بس بشرط، قال له أريد أبقى هنا بهذا المكان وما حد يقدر يطلعني. ومن ذاك اليوم الناس قامت تشوف الصخرة بهذا المكان. زين، لما تطلع الصخرة السوداء بهذا المكان شنو معناها؟ معناها لهمود موجود، بعد ما حد قام يقدر يوصل بالليل هناك. إذا ظلمت الدنيا على واحد ما يلقونه، وين يروح ما حد يدري.